هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة الوفاق نقدم لحضراتكم نشرة للأنباء يقرأها عليكم الحسن إبراهيم. عناوين النشرة: اتفاق عسكري إثيوبي فرنسي يفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين. والنظام القمعي في أسمرة ينفذ حملة تجنيد عنيفة تستهدف الشباب والكبار في مدينة تسني. تفاصيل النشرة من إذاعة الوفاق. وقعت إثيوبيا وفرنسا أول اتفاق بينهما يهدف إلى مساعدة إثيوبيا في إنشاء سلاح للبحرية وإلى تلبية طموح باريس لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث السكان. وأشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمس الثلاثاء في اليوم الأول من جولته في شرق إفريقيا، أشاد بالشراكة المحترمة التي اقترحتها بلاده لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في إفريقيا، وذلك قبل زيارته لكنائس لاليبلا المحفورة في الصخر في أثيوبيا والتي تسعى فرنسا للمساعدة في الحفاظ عليها. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن اتفاق التعاون الدفاعي الذي لم يسبق له مثيل يوفر الإطار ويفتح بشكل ملحوظ الطريق لفرنسا للمساعدة في تأسيس مكون بحري أثيوبي. وأضاف ماكرون: نحن هنا في دولة صديقة حيث نريد فتح صفحة جديدة في تاريخنا المشترك. نظرتنا لإثيوبيا تغيرت بشدة منذ أن أصبح أبي رئيسا للوزراء. ويشمل اتفاق التعاون العسكري أيضا التعاون الجوي والعمليات المشتركة وفرص التدريب وشراء العتاد، كما تم توقيع اتفاقات لتطوير إثيوبيا الثقافي، بما في ذلك ترميم الكنائس وافتتاح مشروع للتنقيب في قرية أثرية تعود للقرن الثاني عشر. وستقدم باريس 100 مليون يورو لمساعدة إثيوبيا على التحول الاقتصادي. ويسعى الرئيس الفرنسي خلال زيارة تستغرق 4 أيام لمنطقة القرن الإفريقي إلى الانفصال عن تاريخ فرنسا الاستعماري في القارة. ورافق ماكرون وفد من رجال الأعمال بينهم الرئيس التنفيذي لمجموعة أورنج للاتصال ستيفان ريشار، الذي يسعى لإيجاد موقع لشركته قبيل خصخصة أثيوبيا لذلك القطاع. قالت وكالة الأنباء الإريترية زينا أن النظام القمعي نفذ حملة تجنيد عنيفة استهدفت الشباب والكبار في مدينة تسني وضواحيها، وكان الحدث بتاريخ 12 من مارس الجاري حسب المصدر الذي تحدث لزينا. وأكد شهود عيان تحدثوا لوكالة زاجل الإريترية للأنباء زينا أن الحملة شبيهة في قسوتها وشمولها لكل الفئات العمرية التي كانت تستهدف المواطنين عبر تاريخ الجبهة الشعبية. وعلق مصدر إريتري معارض على الحدث فقال إن النظام القمعي لا يعتمد على قانون أو سياسة موحدة تجاه قضية التجنيد، وإنما يترك العنان لكل حاكم إقليم أن يتخذ من المواقف والسياسات ما يزعج به المواطنين، مضيفا أن مدينة تسني تشهد حركة تجارية نشطة نتيجة لفتح محدود مع الجارة إثيوبيا من خلال معبر حجر حمرة، كما لها تواصل تجاري نشط مع السودان بالتهريب. ولهذا انتبه النظام لهذا النشاط فأراد أن يشوش عليه بتنفيذ عملية مطاردة المواطنين في حملة تجنيد تجبرهم على ترك إريتريا والهجرة إلى السودان القريب أو إثيوبيا. وأوضح المصدر أنه لا مبرر في الواقع لوجود حملات عسكرية في ظل أجواء السلام التي يعيشها النظام مع إثيوبيا، ولكن الغرض الأساسي من الحملات العسكرية منذ تاريخ الجبهة الشعبية وحتى الآن هو إشغال الشعب بنفسه حتى يعيش أجواء خانقة دون تهديدات تطال النظام بالتغيير سلميا أو عسكريا. ولهذا توقع المصدر استمرار هذه الحملات العسكرية غير المنظمة وغير المقننة ما بقي النظام في السلطة.
أيها السادة والسيدات، قرأت إلى حضراتكم نشرة بأهم وآخر الأنباء من إذاعة الوفاق. متابعة طيبة أتمناها لكم مع بقية فقرات برامجنا لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء في داخل إريتريا الحبيبة. نحييكم ونلتقيكم في برنامج حوار الوفاق، والذي نستضيف فيه هذا الأسبوع الأستاذ المناضل أحمد القيسي. مرحب بك أستاذنا أحمد، ومرحبا بالمستمعين الكرام. أستاذ أحمد، ما مدى تأثير الاحتجاجات الشعبية بدول الجوار خاصة في السودان على الداخل الإريتري؟ وهل يمكن أن تنتقل عدوى الاحتجاجات إليها، خاصة وقد شهدنا تظاهرات مدرسة الضياء وما تلاها من مواقف من رجال الدين والسياسة؟ بالنسبة لسؤالك الرابع عن تأثير ما يجري في السودان واحتجاجات مدرسة الضياء ومواقف رجال الدين والسياسة، دعنا نكون صريحين، فالمرحلة لم تعد تعطي هامش لللف والدوران. ما يجري في السودان والتأثير على إريتريا في اعتقادي مسألة مسلم بها بحكم التداخل السكاني ووجود جالية إريترية كبيرة في السودان. المشكلة تكمن في جوهر الأسباب المحركة لهذه الأحداث وظروفها المختلفة. ففي السودان مطالب شعبية حول الأوضاع المعيشية والقلاء والفساد المستشري للطبقة الحاكمة، وإفلاس الخطاب السياسي المرتكز على الدين، بمعنى أكثر دقة إفلاس نظام ووجوب التغيير. ثم إن هناك ظاهرتين ذات أهمية بالغة في السودان: الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني والنقابات، وإضمحلال الدور التاريخي للقوى التقليدية في الحضور السياسي. هذا بالنسبة للسودان. أما في إريتريا فالوضع مختلف جذريا. برغم أن البلاد يمكن أن تكون على صفيح ساخن رغبة في التغيير، إلا أن العامل الذاتي شبه معدوم. أولا، انعدام القوى السياسية القادرة على تأطير أي تحرك شعبي في الشارع. ثانيا، حالة الانقسام في المجتمع، ما هو موضوعي يمكن الحوار حوله ومعالجته، وبين ما هو مصطنع يغذى من خلال أجهزة أمن النظام وقطاع واسع من الأوساط الشعبية تعيش حالة من البلبلة في الوعي. لنأخذ مثال على ذلك ما حدث بعد تأميم مدرسة الضياء. الشيء العجيب والقريب إن كل المشكلة يمكن تلخيصها في تحرك شعبي ضد قرار الحكومة حول المدرسة. لم يطالبوا بإسقاط النظام أو خلافه من المطالب الراديكالية، بس هذا لا يعني أيضا أنه لم تكن رغبة لدى المحتجين برفع سقف المطالب، ولكن البداية كانت هكذا. طبيعي رد فعل النظام كان عنيفا وجرى ما جرى، وهذا متوقع من النظام الإريتري الذي يحصي عدد أنفاس الناس، فما بالك أن يتحول التنفس إلى صراخ وعويل ضد النظام، وهذا خط أحمر ممنوع الاقتراب منه، فما بالك بالمجاهرة به علنا. المحزن في الموضوع أن الحقيقة خلاف الصورة التي يحاول البعض التسويق لها. والأكثر إثارة للحزن أن من يدعون قيادة تنظيمات وسياسيين عتاه لم يوضحوا الصورة الحقيقية للموضوع، أو ربما هم أنفسهم لم يدركوا حقيقة الموضوع، وهنا تنزع منهم صفة القيادة تماما في تصوري. حقيقة الأمر كالتالي: اتخذت الحكومة وبصورة اعتباطية
قراراً بتأميم المدارس التابعة للهيئات الدينية، وصنفت ب3 مدارس: المدرسة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية دا مريم، المدرسة التابعة للكنيسة الكاثوليكية كاتدرالي، ومدرسة الضياء. وشرعت بمدرسة الكاثوليك، وهناك عداء مستحكم مع الدولة منذ زمن، فهي مدعومة من الفاتيكان وذو إمكانيات، وعبر المساعدات التي تقدمها للشعب أثارت حفيظة النظام. وهناك قصص كثيرة، المهم لم يتحرك أحد ضد القرار. ثم تبعتها مدرسة إن مريم، أيضا لم يحتج أحد. ثم جاء دور مدرسة الضياء، فانفجر الوضع. أولا، ونتيجة قباء الدولة، إن المدرسة عمرها 50 عاما وتخرج منها أجيال وأجيال، وأصبحت صرحا ومعلما وخصوصية ترمز إلى حياة أكرية وعالم أكرية، وبعدا في شخصية الإنسان بما فيه السكان المسيحيون في الحي، لأنهم خرجوا هم أيضا محتجين من ضمن الأهالي تنديدا بالقرار. وفي اعتقادي من أعطى بعدا وزخما لهذا التحرك هو الشيخ الجليل الحاج موسى رحمه الله، وأنا أعرفه شخصيا كونه شقيق الشهيد المقدور بها أيضا طه محمد نور رحمه الله. وحين وصلت الاحتجاجات إلى مركز مقار الحكومة، تم تحويل المسألة من خلال الأمن وأعوانهم، وبدل من الهتاف بدأت صيحات التكبير. وبطريقة ما اتهمت الحركة الاحتجاجية بأنها طائفية، وهكذا سارت الأمور. المهم، وأصبح الاعتقال مبررا حفاظا على الوحدة الوطنية. هذه هي الحقيقة. المطلوب في تصوره واستخلاص العبر والدروس، وليس التطبيل وخداع الذات. أول الدروس هي أن هذه الواقعة تؤكد لنا مدى الشرخ الاجتماعي، وكأننا نعيش في عالم من الكانتونات، وليس شعبا واحدا كان يحمل السلاح جنبا إلى جنب. ثانيا، مدى ضحالة الوعي السائد واعتبار التكبير رمزا مسلما به للطائفية. هذه علتنا وهذه مشكلتنا. إن تجاوز الشعب هذه الحالة وتمكنت قواه السياسية من احتواء هذه السلبيات، فإن عمر النظام قد لا يتجاوز الأسابيع. هذا الوعي والوضع البائس وتحجر القوى السياسية هو من أعطى عمرا لا ينتهي لهذا النظام الأرعن. أما ما قام به رجال الدين من خلال الرسائل التي قدموها فشخصيا أعتبرها شمعة مضيئة في هذا الظلام الدامس. أيضا أستاذنا، في ظل تكرار أزمات البلاد الداخلية التي امتدت لعقود، هل العام الجديد يمكن أن يشهد تحولات داخلية، أم أن الوضع سيظل على ما هو عليه؟ أقولها بصراحة، لا أعتقد أن يستمر بنا الحال كما هو وعيا وإدراكا وتمزقا. نحن بحاجة إلى طريق جديد وتفكير جديد وممارسة سياسية جديدة. نحن بحاجة إلى حالة إبداع في قراءة السياسة والتاريخ وفهم عميق لمجتمعنا. ما يمس التاريخ ليبقى حتى يحين وقته. ما يميز مجتمعنا من تنوع يجب أن نجعله ميزة في التعايش وليس عنصرا للتفكك. يجب أن نعي حقيقة ونبني عليها. إن من تمكن من تحمل ويلات حرب 30 عاما قادرا على أن ينجز أهداف من استشهدوا من قيرة الشباب الذين يصعب أن تعيد أمثالهم بسهولة. إن ما يطلب منا ليس إسقاط النظام، فهو ساقط بحكم الحتمية التاريخية كظاهرة، بل نحن مطالبون أن نقوم بثورة على ذواتنا ووعينا الموروث من زمن غابر كبل كل ما نملكه من طاقة تغيير.
وباختصار أقولها وبصرخة عالية: إن المشكلة والعلة تكمن فينا، وليس في قوة وجبروت من يقف ضد أحلامنا ومستقبل أطفالنا. لقد حانت اللحظة كي نقول: كفى عبثا، كفى تشريدا، كفى امتهانا للإنسان الإريتري. إن تحقق ذلك أو جزء من ذلك، حينها سيكون ردي على سؤالك إن هذا العام هو عام السعد لنا ولأبناء شعبنا. وفي الأخير أتقدم مجددا بالشكر والتقدير على هذه الاستضافة، متمنيا لكم التوفيق، وشكرا. إلى هنا مستمعي الأعزاء أكون قد وصلت وإياكم إلى ختام هذا الجزء من حوارنا مع الأستاذ أحمد القيسي، شاكرين لكم حسن المتابعة، على أمل أن نلقاكم في لقاءات مقبلة، وحتى ذلك الحين كونوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. من أجل إنسان إريتريا. في فبراير عام 67 و900 وألف للميلاد بدأت فصول الضياع والتشرد والتيه، ليس لبني إسرائيل الذين قال الله فيهم: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. نعم، إنها 40 سنة من التيه والإبادة الجماعية، كانت شعلتها حرق 62 قرية وبلدة، وإبادة الآلاف من المواطنين خلال تلك الفترة. إنه الإنسان الإريتري الذي كتب عليه التيه في ظل غياب الإعلام والمؤسسات الرقابية والمنظمات الحقوقية. إريتريا، وما أدراك ما إريتريا، رمز الكفاح والصمود، وشعار الوفاء والخلود، ودثار الحب والكرامة. كيف نقضي على هذه السنوات العجاف؟ كيف نزيل عنا كابوس الهجرة والضياع الوطني؟ في هذه السطور لن أخص فئة من المجتمع ولا شريحة ولا طبقة معينة، ولن أتناول في كلامي أولئك الذين خرجوا من الوطن في ظل الظروف والكوارث الحارقة، لأنني مؤمن بأن هذا التيه لا يخص أحدا دون أحد، بل كلنا شركاء في أصل هذا الشتات، ويبقى التفاوت في نسبته إلى الأفراد أو بعض الجماعات كاللاجئين فرج الله عنهم، فقد اجتمع لهم من البلاء وصور الشتات ما يحترق له القلب ألما وتدمع له العين في ظل النسيان والتغافل، فإلى الله المشتكى. لست حريصا في كتابتي هذه على اختيار الكلمات، بل سأترك المجال لقلبي أن يملي على قلمي، فقلمي تنبض فيه الروح إذا استقر بين أناملي. لما كتب الله على بني إسرائيل التيه لم يهتدوا إلى سبيل ولا طريق، حتى قال بعض العلماء إن السبب في ذلك هو حتى يموت أولئك الذين قالوا المقولة العظيمة: اذهب أنت وربك فقاتلا. ولا شك في أن هذه الكلمة فيها من معاني العجز وإيثار الاستبعاد والاستبداد ما يمنع أصحابها من التصدر لشرف التغيير. فتأملت في حالنا ونحن تجاوزنا 40 سنة وما زالت صور التيه تتجدد، ومظاهر الضياع تتطور، والأمل ينقلب ألما. فقلت حينها: ربما لم ندرك السر الذي من أجله ابتلينا بهذا البلاء. فوجدت الأمر محزنا. رأيت في أحوال كثيرة من مجتمعاتنا الأفكار ذاتها التي كانت تجتاح أوساط كيان أجدادنا. رأيت من صور النفور، من مظاهر المبادرة وحب السلامة، ما كان سببا للتواني عن العمل وزرع ظاهرة اللوم السلبي على أصحاب المبادرات. فأيقنت حينها أن هذه العادات والتصرفات ورثها الأبناء بشعور أو بغير شعور،
فصار الأمر يتجدد مع مر الزمان. ومع مطلع القرن الحالي أو قبله بسنوات قلائل اشتد الضياع والشتات، حين انضم التيه الفكري والمعنوي إلى الغربة عن الوطن والغربة في الوطن. وكلنا يدرك خيبة الأمل التي لازمت أبناء الوطن عندما تغير الاستقلال إلى استغلال والحرية إلى عبودية، وانتكست معاني الفرح إلى الخوف من المجهول. فتوصلت لنتيجة أرجو أني وفقت فيها، هي أن منطلق تغييرنا يبدأ من التربية، وأعني بالتربية هنا اعتقاداتنا وتصوراتنا تجاه الأشياء وما يتشكل على ضوئها من تصرفات وإجراءات. ومحاور التربية متعددة، وأبرز محور من محاور التربية الذي يجب أن نبدأ فيه ومن الآن هي التربية الذاتية، بأن نعيد النظر في أنفسنا بسؤالها: ماذا قدمت لأبناء وطني الذين يحيطون بي؟ وماذا أستطيع أن أقدم؟ مهما كان ما تقدمه قليلا، لا تحتقر نفسك ومستواك وما ستقدمه، وليكن هدفك المبدأ، وهو العطاء والمبادرة. ولا تفكر في الأشخاص ولا تقارن نفسك بأحد، واعلم أنك في مجالك البارز والجميع محتاج إليك. ومتى ما وثقنا بقدراتنا وصالحنا ذواتنا، حينها لن يكون هناك مكان للتقاعس، ولن نعرف الاعتذار، وسنقدم شيئا ونتقنه ولو كان يسيرا، ولن ندع للمواقف والظروف الفرصة لقهرنا. وقد يقول قائل: ما فائدة هذه التربية؟ ويتعذر بأنه ماذا استفاد الذين من قبلنا؟ فكل من قدم شيئا سجن أو حورب من ذويه وأقاربه وغير ذلك من صور الخذلان وأعذار المتقاعسين. حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. والجواب على ذلك أننا إذا ركزنا على هذه التربية فإننا نملأ الفراغ الموجود، ولا يقتصر على ذلك، بل سنزيد من القاعدة توسعا على مر الأوقات. وفي جميع الأحوال ينبغي أن نمضي في التربية ونحن واثقون أنها الطريق الصحيح الموصل إلى الوطن بطريق واضح ومنتج، حتى وإن كانت التربية هي الحل الشاق والمجهد والطويل، فلا بد منه إذن. فمثلا إذا تأملنا في المجتمع الإرتري في بعض الدول، مثلا في السعودية والسودان، تجد أن شريحة لا يستهان بها من الإرتريين في مصاف المميزين والنشطاء فيما يحسنون من العمل. فالطبيب منهم لا يرضى لنفسه أن يكون مجرد موظف سلبي لا أثر له، بل تجد منه المبادرة والتجديد في مجال عمله. والمهندس كذلك تجده بارعا في وظيفته ومحل تقدير عند مديره وزملائه. وإذا رأيت الإعلامي منهم تجده قامة يقتدى بها في مجاله، وكذلك الأكاديمي في جامعته ومدرسته، والداعية في دعوته ومسيرته. وحتى لو نظرنا في مجال الهوايات الجانبية تجدهم ذا طابع مميز. إذن ما هو الدور المناط بأمثال هؤلاء؟ هل يحيا أحدهم ويموت ولم يوظف عمله ولم يستقطع من وقته جزءا لمجتمعه وأبناء بلده؟ أليس الأولى بنا أن ننفق الطاقات في تعزيز هذه التربية وتوسيع قاعدتها، حتى يتعاون في يوم من الأيام المهندس مع الأكاديمي والإعلامي مع الطبيب في مهمتهم، بدلا من إنفاقها أو إنفاق قدر منها في المطالبات الشفوية التي لا يترتب عليها شيء في الحقيقة، وإنما تكون كالطلقة الطائشة تنبه عدوك إلى مكانك دون أن تصيب شيئا في الواقع. وهل يستطيع أحد على وجه اليقين أو حتى على وجه التخمين أن يقول كيف ستكون صورة مجتمعنا إذا رجعنا إلى أرض الوطن بدون إعداد جيد لهذه اللحظة بالتربية على تقبل بعضنا ونبذ خلافاتنا غير المؤثرة والتكاتف جميعا يدا بيد لبناء وطن يستحق منا هذا البذل
ونكون بذلك رددنا لشهدائنا ومناضلينا جزءا من الدين الذي تحملوه عنا. فهذه فرصة، والفرص تزول. انظر إلى من حولك من الإرتريين من إخوانك وقرابتك وجيرانك، واعرض عليهم بضاعتك وما أكرمك الله به من قدرات، وآلح في عرضها حتى يتقبلوها منك، وابذل جهدك في استخراج طاقة من حولك وبثها في المجتمع من حولك، وكن صاحب بصمة إيجابية، وأشرك الجميع معك في هذه التربية، ولا تستأثر بشيء. وبطبيعة الحال في حال التربية لا يمكن أن يقاس بوقت محدد ينتهي فيه، ونجيب فيها عمن يسأل: إلى متى نظل نربي؟ فالجواب: لا ندري، إلا أننا ندرك يقينا أنه من أفضل الحلول للإنسان الإرتري في ظل المتغيرات التي تحيط به. ولأن التربية تخضع لعوامل مختلفة، فالجهد فيها يختلف باختلاف أحوال القائمين على التربية ومدى استجابة المستهدفين كذلك. ولا شك أن البيئة التي تحتضن التربية تحدد سرعة وبطء العملية، فحينئذ يصعب تحديد وقت معين تنتهي فيه التربية، والتربية لا غنى عنها حتى في الوضع السلمي، فقد تتأكد الحاجة إليها حينها. وأنا أقدم هذه السطور عربونا لهذه التربية، لأكون بذلك منبها لذاتي وموجها لنفسي إلى الطريق الصحيح الذي يجب علي أن أسلكه في خدمة مجتمعي، ومساهمة مني في نشر الوعي الصحيح في أوساط العاملين وغيرهم ممن يحملون هم وطنهم. إنني بهذا العرض الميسر الذي أريد أن يقرأه الجميع على مختلف مستوياتهم العلمية والثقافية أقدم حلاً عملياً لأبناء وطني بالدرجة الأولى لصور الرجوع إلى الوطن وحقيقة العمل للمجتمع، قبل أن يستقر في نفوسهم إلى درجة اليقين أن حبهم لوطنهم أو عدم حبهم لوطنهم بالأقوال والنظريات الأساسية هي قضيتهم. ومعلوم أن البحث عن الحلول العملية الاستراتيجية ذات طابع التغيير الجذري لابد أن يرتكز على الحل العملي المذكور: التربية، وإلا كان الجهد بلا طائل، وتحويل للطاقات من مهمتها الأساسية إلى مهمة فرعية تستلهم قوتها وطاقتها من التربية. وإن كان العاملون بالمهمات الفرعية يتوهمون أنهم يعملون بالعمل الواجب، والعبرة بكمال النهايات، والتاريخ خير شاهد. فهل يتم لهم الأمر على الصورة التي يتخيلها أصحاب الأمنيات؟ إن الوطن الذي ننشده جميعا لن يأتي بالأمنيات والأحلام، إنه لن يرضى عنا إلا إذا كنا نحن من سقف سماءه وبسط أرضه وذللها، شيد مستقبله بسواعدنا وأفكارنا الإيجابية. حينها سيرحب بنا وسيحتفي بنا أينما كنا. بقلم يوسف بن محمد بن حامد بن حسين الفايد، المدينة المنورة. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.